كان في شاب اسمه محمود، اتولد في حي شعبي بسيط جداً. بيت ضيق، أب بيشتغل طول النهار عشان يأكل العيال، وأم صابرة بس تعبانة. محمود من صغره كان دايماً بيسمع جملة: إحنا فقراً يا ابني، بس أهم حاجة تبقى راجل كويس. كبر وهو شايف أصحابه بيتقسموا 3 أنواع: اللي استسلم للظروف وقعد على القهوة طول اليوم، اللي دخل سكة الغلط من مخدرات وسرقة، واللي حاول يتحدى الظروف ويشتغل على نفسه. محمود اختار الطريق الثالث. كان بيذاكر وبيشتغل في نفس الوقت، يشتغل بالنهار في ورشة نجارة، وبالليل يمسك كتابه ويفضل يحلم. في الجامعة اتعرف على بنت من طبقة أعلى منه اسمها سارة، حست فيه بالجدعنة والأصالة، وهو شاف فيها الحلم اللي ناقصه. لكن أهلها كانوا شايفينه مجرد شاب فقير مش من مستواهم في النص. اتعرضوا لمواقف صعبة: صديق عمره خانه وباعه عشان فلوس، واحد من قرايبه دخل السجن بسبب المخدرات، حبه تعرض للرفض من أهل البنت، شافوا أمه تعبانة وهو مش قادر يعالجها كويس. لكن كل ده مخلاش محمود ينهار، بالعكس كان بيقول: اللي عايز يعيش لازم يتعب، الدنيا مش هتديك غير لما تاخد منها. اشتغل، تعب، حاول يفتح مشروع صغير، وقع مرة و2 و3، بس في الآخر نجح. عمل ورشة كبيرة، وبعدها مصنع خشب صغير. بدأ الناس يعرفوه، واللي كانوا بيستهزئوا بيه زمان بقوا بيحترموه. وبعد سنين طويلة رجع يخطب سارة، بس المرة دي مش كالولد الفقير، لا، رجع كرجل ناجح بعرقه.